بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل فيديو جديد النهاردة. زي ما اتعودنا نوفر مع بعض. احنا بنحاول نصلح الحاجة بدل ما نغيرها. الدنيا غلا وكلنا عارفين الأسعار. فأنا النهاردة هنعمل ايه؟ هنعدل في البريزة بتاع الكهرباء. كلنا بنعاني من البرايز الواسعة. فالبريزة دي واسعة وكلنا بنعاني منها. فأنا عشان أبدلها طبعا أنا عندي في شقتي مثلا حوالي 30 باريزة. أنا مزود البرايز أوي في كل حتة. ف 30 قول مثلا الواحدة ب 20 جنيه مبلغ وخسارة مثلا. نحط فيشة. طبعا بنعاني من المشاكل دي كلها. وأنصحكم دي باتشينو. البرايز دي باتشينو محدش يجيب منها تاني. لو حد لسه بيشطب ولسه هيجيب فيش يجيب البرايز دي فينوس. وعامل لكم حلقة منها جبتها وعندي موجودة اهو. دي يجيب فينوس أو سانشاين برضه كويسة. تمام. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكم من الكهرباء بس. اللي مش فاهم كهرباء يفصل الفيشة. اللي ملوش في الكهرباء يفصل الكهرباء قبل ما يشتغل. تمام. هنفك كده. تمام. فكينا. فيها كهرباء اهي. اللي مش فاهم في الكهرباء يا جماعة يفصل الفيشة الأول المفتاح. تمام. ادي سلكة وادي التانية. تمام. نشتغل هنا اهو. نخرجها الأول. نخرج ايه البريزة. فيها بنز هنا. كده خرجت معانا البريزة. تمام. هنعمل ايه فيها هنا كمان. بتخرج من هنا بنز وهنا وبنز هنا. ماشي. بصوا الشيء اللي بيخلي البريزة واسعة النقطتين النحاس دول. تمام. هطلعها لكم كمان. فرغها. ماشي. دي كده تركب فيها البريزة واسعة. ماشي الحال. وادي التانية تركب ايه فيها البريزة. الجزء اللي بركب فيه البريزة واسع. الصمولة بس ايه مسمار شكل منها جدا. طيب هنعمل ايه. في ناس ممكن بيضيقوا دي النحاسة دي بيضيقوها كده اهي. كده اهي. كده مسكت اهي. كده مسكت.
بس احنا هنعمل حاجة تانية عشان كده هترجع تاني. هنعمل حاجة تانية عشان ايه نريح دماغنا منها خالص بقى. انا بجيب سلك من ده بتاع الكهرباء، سلك بتاع الكهرباء، او باخد منه فردة واحدة كده، وباجي بقفل بيه الجزء ده. ماشي، بقفل بيه الجزء ده كده، اضيقها بالسلك، اللي هو ايه بقى، مش هتفتح مننا تاني، وهتقعد معانا إلى ما شاء الله يعني فترة كبيرة. تمام، نقفل دي كده. اهي كده مجرد اهي. بصوا بدخلها بالعافية، بصوا احنا عايزين كده تدخل معانا ايه بالعافية كده، عشان ما تبقى سايبة. تمام، ادي قفلنا واحدة. ماشي، قفل التانية سهلة جدا. بس رجاء اللي يا جماعة مش فاهم في الكهرباء يخلي باله يفصل الفيشة الأول قبل ما يعملها. عشان ايه؟ الكهرباء طبعا ما فيهاش هزار. وادي التانية قفلناها بسلك كمان محكم اهي. تمام، جرب اهي بتدخل بالعافية، احنا عايزين كده تدخل معانا ايه بالعافية كده. يلا نوصلها تاني، نقفلها. نقفلها اهي، واحدة هنا واحدة هنا، سهلة جدا. بس نصايح باتشينو ده محدش يجيبه. يعني انا كنت فاكرها حاجة جودة، طلعت اي كلام. وادي نقفل الغطا اهي بالبنز ده، بنزين هي. بس كده معانا قطعة جديدة سليمة. تمام، وضحت. يلا نقفل بقى، سهلة جدا. ده سلك بتاع كهرباء، سلك موجود في أي حتة يعني. لأن لو احنا ضايقنا النحاسة هترجع تاني تفتح مننا، فاحنا ما عملناش حاجة. احنا كده هتقعد معانا فترة كبيرة وتعيش معانا على طول. تمام، نقفلها اهي. تمام، ركبت مفيش أي حاجة. ارجع نقفلها تاني، نقفل اللي تحت الأول اللي هي الأرض دي. نقفل ده كمان اهي. ظبطت جامدة بس. نقفل التانية اهي. بس كده تمام، نقفل المسمار بتاعها. لو لسه ما دعمتوناش بلايك او اشتراك، يا ريت ما تبخلوش علينا عشان يوصلوكوا كل جديد. كده خلاص اركب الوش بتاعها. تمام، بس كده وخلصنا. هنوصل اه
بسم الله. بصوا الفيشة ماسكة ازاي. الأول ما كانتش بتمسك كده، كانت بتبقى سايبة. بصوا تقعد معانا إلى ما شاء الله. ويبقى كده عملنا لها تعديل بدل ما نشتري واحدة جديدة. كل الفيش اللي أنا في الشقة عندي بقت سايبة كده، هعملها تعديل يبقى وفرنا مع بعض. ونصيحة محدش يجيب القطع باتشينو دي، في بقى اللي هي سانشاين أو فينوس، هتكون جامدة عندي شوية. بس يعني الحمد لله أنا عرفت أتصرف فيها، فقلت أشارككم التجربة. لأن ناس كتير عندها البرايز دي بتبقى سايبة وبتعمل مشكلة، ممكن تبوظ أجهزة، تعمل شارز وأنت بتوصل كل شوية، وتبوظ أجهزة كتير. تمام. وبتضايقنا، مش بنعرف نوصل فيها كويس. فلقيت الفكرة ممكن أفيدكم بيها، وقلت ما أبخلش عليكم. يا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وشير، ولو حد لسه مشتركش في القناة يشترك. ونشوفكم في لقاء آخر، فيديو آخر نوفر مع بعض. شكرا، السلام عليكم.